رح تعملوها بالبيت، وأكيد ما زلنا مستمرين بالمقاطعة. الفريسكاس هيك اسمها، مثل المطاعم بالضبط. اسمعوا، مش عادي شو طلعت بتشهي القلب، خصوصا إذا عملتوها بالبيت وأكلتوها سخنة، ويا عيني يا عيني شو بتشهي القلب. سمعتوا الصوت؟ يلا نحضر الفيديو. أحبائي يلا ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وأنتو. بتمنى فضلا ليس أمرا تضغطوا لايك هلا وأنتو عم تحضروا بالفيديو. هذا اللايك كتير صبايا بفيدني وبيدعمني. خدوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم، أي وقت حبيتوا تطبقوا هالوصفة بيكون هالفيديو مرجع لإلكم. ونقول بسم الله ونبدأ. كيف ما شفتوا عندي هون بطاطا أنا مقشرتها وغسلتها كتير منيح، أنا مستخدمة كيلو. كل شي حابة أقول لك إياه إنه البطاطا لازم تكون معانا سميكة شوي، إنه مش سميكة كتير كتير. هلا خلال العمل بفرجيكم كيف قطعتها بشكل طولي. بتقطعوها وحدة وحدة، بتقطعوهم كل تنتين مع بعض، بس المفروض يكونوا معاكي بهذا السمك اللي واضح قدامكم. ما ترفعوها أكتر من هيك، بتكون أبدا مو طيبة. رح أحطهم بمي متلجة تمام، وبتركهم منقوعين شي 10 دقايق ربع ساعة أو أكتر، اللي بتحبوه بتفضلوا حسب وقتكم يعني. بس كل ما نقعتيهم أكتر كل ما أعطاكي نتيجة أفضل. تركتهم منقوعين شي ربع ساعة، بعد هيك بصفيهم تمام، وبتركهم يتصفوا من المي مزبوط مزبوط مزبوط. وبعد هيك بنشفهم بأي فوطة عندي بالمطبخ، بأي مناديل مطبخ، لحتى الخلطة اللي بدنا نحضرها تلزق فيهم. لما بيكونوا مبلولين أبدا ما بتلزق فيهم. نشفتهم كتير منيح تمام، مرة ومرتين. بعد هيك رح أنزلهم بطحين، وهذه بتكون معنا أول تغليفة. لو حطيتيهم بالطحين وهم فيهم شوية مي رح يطلع عندك تكتلات، وإحنا هذا الشيء ما بدنا إياه أبدا. غلفتهم كتير منيح، بعد هيك بحطهم بمصفاي أسهل لإلي. بنزل كليات كمية الطحين الزيادة، وهذا الطحين اللي بضل تمام فيكم تستخدموه لأي إشي بعدين أنتم بتقلوا فيه، يعني ارجعوا احتفظوا فيه ما في أي مشاكل. تمام، بخلص كليات الكمية بنفس الطريقة. وبهذا الوقت خبروني من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوة وأتعرف عليكم من أي بلد. وأي حدا مجرب البطاطا بهاي الطريقة يكتب لنا بالتعليقات. خلصت كليات الكمية، وهلأ رح نعمل التغليفة الثانية. عندي هون كوب واحد من الطحين، بضيف له معلقتين من النشا، رشة بسيطة من الفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة من الكركم، ربع معلقة صغيرة من بودرة بصل، ربع معلقة صغيرة من بودرة ثوم، وربع معلقة صغيرة من بهار الكاري. ولو حبيت تضيفي بابريكا بيمشي الحال. بضيف تقريبا نص كوب من المي وبدمج. المفروض العجينة هاي تكون معنا يعني أخف من عجينة الزلابية بشوي. ضفت ربع معلقة صغيرة من ملون الطعام. أنا ضفت بودرة الزعفران تمام. لو عندكم ملون طعام بيمشي الحال، أو ممكن تضاعفي كمية الكركم لحتى يعطيكم لون أصفر. تتميز البطاطا الفريسكس بلونها الأصفر تمام. أخذ البطاطا كيف ما عم بتشوفوا، أنزلها بالعجينة اللي عملناها. بعد هيك باخد وحدة وحدة تمام، وبنزلها بزيت غزير، ويكون عندي الزيت حامي تمام. ما تنزلوها وهي باردة أبدا. ويفضل الحبات يكونوا شوي بعاد عن بعض، وما تعملوا أزمة كتير كبيرة بالمقلاة. وعلى فكرة مدة سواهم مثل مدة سوا البطاطا العادية، وما بياخدوا تحميل زيادة أبدا. فينا نستخدمهم بالإير فراير أبدا ما بتزبط أبدا، بيطلعوا معاكي مثل المجلدين بالزيت فقط. اتحمروا معي بهذا الشكل على طول. باخدهم وبحطهم بمصفاي، ما بنحطهم على ورق تنشيف المطبخ لحتى يضلوا معاكي مقرمشين. ايش بقدر اوصل لكم الصوت ولا الطعم ولا الريحة؟ عن جد والله العظيم بيفوزوا بالمرتبة الأولى عن اللي بناكلهم بالمطاعم. يا جماعة بيشهوا، لازم تجربوهم. بصراحة مش عادي شو طلعت بتشهي. قدميهم مع شوية مايونيز وكاتشب، ودوقوا ودوقوا وادعوا لي. ألف صحة وعافية مقدما. دمتم بألف خير، بشوفكم على خير وباي باي.